أشهر مطربي عصرها في التسعينات، واللي حصل لها قصة من قصص الألف ليلة وليلة. كانت نورة أشهر مطربي عصرها، وكان الجدول بتاعها مليان جدا بالحفلات، وكانت نجمة الأفراح والموالد، والحجز كان قبل المناسبة بفترة طويلة. لكن اللي حصل معاها كان غريب جدا، لأن السيدة نورة دي جالها اتصال من واحدة عايزة تحيي فرح ابنتها الليلة دي، وكانت نورة أجازة. لكن على غير العادة وافقت نورة من غير حجوزات بعد ما السيدة ديت استعطفتها على حسب رواية نورة. وقالت نورة إن السيدة اللي كلمتها ديت طلبت منها الذهاب لإحياء الحفل، وما كانش قلبها مرتاح للحفلة، وكانت مش عايزة تروح. بس هي وعدت السيدة ديت، وبعد كده راحت بصحبة الفرقة بتاعتها واستقبلتهم والدة العروسة. ودخلوا المنزل اللي كان مليان بالناس والزينة والأنوار اللي بتقول إن فيه هنا فرح بالفعل، وفرح كبير جدا مش فرح عادي. وبحسب ما اتكلمت نورة إن هي دخلت هي وفرقتها عشان يغيروا ملابسهم، ولكن جاءت إليهم امرأة ضخمة جدا ولونها شاحب، وإيديها كانت صلبة زي الحجر وذات ملمس خشن. وبعد خروج السيدة دي من الغرفة قالت لها إحدى أعضاء الفرقة واللي كان اسمها شمس: أنا قلبي خايف وحاسة بالرعب بس مش عارفة ليه. ردت عليها نورة بأن هم هيبدأوا الحفل عشان يخلصوا ويمشوا من البيت ده واليوم الغريب جدا على حسب ذكرها وعلى حسب الرواية. بعد خروجهم لقاعة الحفلة اللي كانت من أكبر الحفلات اللي أحيتها من حيث عدد الناس والطعام اللي ما كانش طعام عادي، دي كانت عبارة عن ولائم كتيرة جدا بتدل على الثراء الفاحش. والعريس ما كانش بيلبس أو ما كانش لابس الملابس المعروفة بتاعة العرسان، لا ده كان لابس لبس كأنه من العصر العثماني. والعروسة كانت لابسة فستان اسود وفيه بعض النقط البيضة، وكان مرصع بأحجار خالية الثمن، وكان خلفهم مجسم ضخم على هيئة إنسان بيصرخ. والعريس والعروسة ما كانوش بيشوفوا بعض أو ما كانوش بينظروا إلى بعض، وكانوا جالسين زي الأصنام. أحيت الفنانة نورة الفقرة الأولى من الحفل، ثم توقفت لتأخذ قسطا من الراحة، وراحت على إحدى غرف الفيلا في الدور الثاني، واستلقت على السرير علشان كانت بتشعر بإرهاق شديد. وفجأة راحت في النوم، وهي نايمة أو في أثناء نومها شافت كابوس كان فيه سيدة بترتدي فستان أسود، وكان شكلها مخيف، وكانت بتجري ورا نورة وبتصرخ. فاستيقظت نورة مفزوعة وقامت تجري، وبتقول إن هي أول ما استيقظت فجأة واستيقظت بفزع لقت طفل صغير بيطلع من الأوضة وكان بيجري نحوها. وبعدين وقف مرة واحدة وصعد إلى الدور الثالث من المبنى، فالفضول دفعها إن هي تجري وراه وتشوف مين الطفل ده. فطلعت الدور الثالث من المبنى حتى تفاجأت إن الطفل عمال بيضحك وبيهمس جنبها. ولما اقتربت نورة من الطفل دخل الغرفة، وبعدين مسكت مقبض الباب ولكنه كان مقفول كويس جدا وبإحكام، وما تمكنتش من ان هي تفتحه على الإطلاق. وأخدت نورة نفسها وفضلت تدق الباب أكتر من مرة، ولكن لا حياة لمن تنادي. وعندما قررت في نفسها ان هي تنزل حست ان حد بيمسك رجليها، وفي صوت بيقول لها: غني غني يا نورة، أنا بحب صوتك جدا. وعقب الانتهاء من الفقرة التانية للحفل شافوا إن أعداد المعازيم كانت بتتزايد بشكل غير طبيعي، وكانوا بيتبادلوا النظرات بينهم بالرعب والخوف والفزع لحد ما جه أذان الفجر. وبتقول نورة إن هم بصوا لبعضهم
آه، وبعدين المعازيم فضلت تبص للفرقة بالكامل ويدققوا النظر فيهم لحد ما مرة واحدة التيار الكهربي أو الكهرباء انقطعت، وبدأت نورة وفرقتها بالخروج مسرعين إلى الشارع من المبنى ده ليتصلوا بالشرطة عشان تلحقهم من المأزق أو المصيبة اللي وقعوا فيها. وبعد ما القصة دي حصلت راوتها نورة في كذا لقاء تلفزيوني متكرر، وبعدها قررت اعتزال عالم الفن والطرب نهائيا وإلى الأبد مع فرقتها بالكامل.